مساء الخير، يا رب تكونوا كويسين. لو بتحبوا بقى السمك بس دايما بتحبوا تطلبوه من المطاعم، خايفين من ريحة الزفرة في البيت، حاسين ان طعمه كده ما بيبقاش زي بتاع المطاعم. تعالوا معايا نجرب السمك السنجاري الخطير ده اللي خلطته احلى من اي مطعم وتحدي. وشوفوا معايا التكات بتاعة الخلطة ومن غير اي ريحة خالص. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي مادونا. يا رب القناة تعجبكم، تعملوا اشتراك ولايك وشير، وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في الفيديو وعايزين فيديوهات ايه تاني. يلا بقى نشوف الطريقة. أنا جبت سمك بوري. بخلي الراجل بتاع السمك بينضفولي ويفتحولي من عند الظهر. تمام، دول سمكتين وزنهم كيلو، يعني كل سمكة وزنها نص كيلو، ده أقل وزن ممكن تجيبوه للسمك السنجاري. يعني كل ما يبقى أكبر هيبقى أفضل. برش كده عليه رشة خفيفة من الملح، ورشة كمون. الكمون ما تكتليش كده في مكان معين، رشات كده خفيفة، لأن السمك مفتوح وهو مفتوح بيتأثر بالتوابل والملح أكتر من العادي. وده عصير نص ليمونة برضو. حطيتهم على السمك وسبتهم كده على جنب حوالي نص ساعة بقى ياخدوا من طعم الكمون والملح والليمون. جبت بقى طاسة على النار فيها معلقة زيت. وشوفوا بقى التكات بتاعت الخلطة دي هتعجبكم جدا، جربوها بس بطريقتي. جبت بصلة مقطعاها مكعبات صغيرة. هبتدي كده أشوحها في الزيت. أنا مش هخليها تاخد لون، أنا يدوب بس عايزاها تبقى شفافة، تنزل التسكيرة بتاعتها تبقى مسكرة كده وحلوة. أنا عارفة إن كتير بيعملوا خلطة السنجاري ني في ني، بس جربوا التركات بتاعتي دي ودوقوا أحلى. يعني تتبيلة للسنجاري مش هتلاقوها في أفخم مطعم، بجد حقيقي وتحدي. على فكرة أنا الفيديو تقريبا أنا مش مجرية فيه حاجة، أنا سبته بالوقت بتاعه عشان تعرفوا إن الموضوع كله مش هياخد 5 دقايق على النار. يعني تجهيز الخلطة بتاعت السمك هتاخد 5 دقايق ويدوب وقت التسوية بتاعت السمك في الفرن. فالموضوع ما تقولوش دي احنا لسه هنعمل وكسله كده، لا. فعلا زي ما انتوا شايفين انا مش مجرية الفيديو، انا عاملاه بالوقت بتاعه لان هو فعلا ما اخدش وقت، مش مستاهل ان هو يتجرب. شوفوا البصل بقى لونه شفاف، ما استنيتش ان هو لونه يصفر ولا يحمر ولا حاجة خالص. حطيت عليه جزر مبشور. طبعا كميات البصل والجزر والخضار اللي هنحطه ده على حسب كمية السمك اللي عندنا. وبعدين بتحبوا الخلطة كتيرة ولا قليلة؟ بس يعني زودوا من الخلطة دي لأن هي هتعجبكم جدا. الجزر حطيته على البصل، يعني تقليب كده دقيقة مش أكتر. تمام. ده فلفل رومي وفلفل حراق. طبعا كمية الفلفل الحراق انتوا لو بتحبوه سبايسي قوي ممكن تحطوا الكمية كلها فلفل حراق يعني، لكن انا حطيت من ده وده عشان يبقى الحرقان بتاعه معتدل. برضو تقليبة كده مجرد دقيقة مش اكتر. انا مش عايزة الخضار، مش هيدبل. انا بس بديله كده تشويحة اللي هتديله طعم حلو قوي. تمام. جبت بقى معلقة صلصة. هي كانت اخر معلقة في البرطمان فكانت صغيرة شوية، يعني ممكن تزودوا عن كده. الصلصة انا عارفة ان هي حاجة جديدة هتستغربوها، بس بتدي طعم حلو قوي للسمك. فعلا بتودي الخلطة دي في حتة تانية خالص. برضو بشوح كده الصلصة مع الخضار، تشويحة كده بسيطة. ودي طماطمية انا مقطعها قطع صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين. بصوا كل نوع خضار بنزل بيه تشويح دقيقة واحدة مش اكتر. ربع كوباية بقى مية او يعني حوالي معلقتين 3 مية كده. هحطهم على الخليط عشان انا عايزة النكهات تدخل في بعضها.
يعني الخضار كله لسه فريش على فكرة زي ما هو، بس انا عايزة النكهات تدخل في بعضها تبقى كلها متطعمة واخدة من طعم بعض. قلبته تقليبة كده، وهغطيه لمدة دقيقة واحدة. يعني انا مش هغطيه اكتر من دقيقة، مش هستنى يتسبك ولا الكلام ده خالص، لا الطماطم اهي، قطع طماطم زي ما هي. هنبتدي بقى نتبل الخليط ده. حطيت كمون وملح ورشة كزبرة، ومعايا بقى معلقة توم مفرومة، دي هحطها بعد ما بطفي النار. تمام. يعني بطفي النار على الخليط وببتدي بقى اقلب معلقة التوم معاهم. انا مش عايزاها تتشوح ولا عايزاها تستوي، انا حطاها عايزاها تبقى نية كده. كل الخضار بقى خد من طعم بعضه، والخلطة بقت جاهزة معانا. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. ده السمك بعد حوالي تلت ساعة او نص ساعة بعد ما شرب من الملح والكمون والليمون اللي حطيناهم. اجيب بقى صينية وافرشها بورق فويل زي ما انتم شايفين كده. طبعا الجلدة بتاعت السمك اساسا بتلزق في ورقة الفويل، فمش بناكلها لان احنا المفروض ما ناكلش اي حاجة ملاصقة للورق الفويل. لكن لو حاجة هتبقى هناكلها مباشر يبقى لازم نحط ورق زبدة، لكن دي علشان انا كده كده مش باكل جلدة السمك بتاعت السنجاري دي وهي بتلزق في الفويل، فعادي حطيته مباشر. الخلطة بقى انتي ممكن تحطي في الجزء بتاع البطن بس وتسيبي الجوانب فاضية، بس انا بحب الخلطة بتدي طعم حلو قوي قوي للسمك، فبحب اوزعها على السمك كله. ونبتدي بقى ندلعه كده بشرايح ليمون. طبعا احنا عارفين ان العين بتاكل قبل البطن. ندلعه كده بشرايح ليمون، تديله شكل حلو. في نفس الوقت العصارة بتاعت الليمون هتنزل عليه في وقت التسوية، وهيخلي طعمه أحلى وأحلى كمان. طبعا أنا مشغلة الفرن قبل ما أدخله ب10 دقايق عشان يوصل للسخونة بتاعته. تمام. بحطه على الشبكة اللي في النص، بياخد حوالي تلت ساعة 25 دقيقة. ولو حجم السمك أكبر من كده، يعني لو السمكية السنجاري حجمها كيلو مثلا، لا ممكن ياخد نص ساعة. فانتوا تابعوه. أنا ولعته عليه تلت ساعة من تحت ورجعت طفيت وشغلت الشواية كده دقيقتين تلاتة، تجفف كده الوش والخضار اللي على الوش وتديله اللون الحلو ده. وبتبتدي تفصلي بقى الورقة الفويل زي ما انتوا شايفين كده، وتحطوا لكل واحد ايه السمكة في الطبق بتاعه بالورقة كده زي ما انتوا شايفين. يعني يا رب يكون شرحي بسيط وسهل ووصل لكم الفكرة. ومستنية بقى رأيكم في الكومنتات، وتعملوا لايك وشير للفيديو. نورتوني. ميرسي ليكم.